اهلا بكم في برنامج كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وكومنت جميل تشجعوني فيه. نفي إدارة الأهلي التفاوض مع إياد العسقلاني لاعب إسماعيل السابق والمحترف في الدوري الروسي حاليا. من يومين طلع الأستاذ نصر أبو الحسن قال إن الأهلي بيتفاوض مع إياد العسقلاني لاعب إسماعيل السابق، والكلام ده بعد ما اتقال إدارة الأهلي نفته ومستر مارسيل كولر، وقال كمان مستر مارسيل كولر أنا مش محتاجه. أما بقى بالنسبة لعمر الساعي فالأهلي رفع سعره ل 30 مليون جنيه و2 لعيبة إعارة، والغريبة هنا إن ال2 لعيبة دول من الناشئين، بس المفاوضات واقفة لحد ما كابتن محمود الخطيب يرجع من الساحل. واللي رشح عمر الساعي النادي الأهلي كابتن حسام غالي وقال عليه إنه لعيب واعي، وهنشوف بقى المفاوضات هتتم على ايه. اما بقى بالنسبه لبطوله الانتر كونتيننتال فجميع الصحف الاماراتيه نشرت ان هي هتبدا في شهر 9، والعين الاماراتي هيلاعب اوكلاند سيتي، والفايز منهم هيلاعب الاهلي في القاهره، وكل التوفيق للنادي الاهلي. نخش بقى على عامر حسين واقتراح الدوري الجديد. الحاج عامر حسين اقترح نظام للدوري الجديد خالص، ان ال 18 فرقه هيلعبوا بعض جوله واحده بس، اول 10 هينافسوا على بطل الدوري واخر 8 على الثلاثه الهابطين، وحط ميعاد لانهاء الدوري العام يوم 30/6/2025. وتقريبا بقى الواحد مش عارف نسي ولا مش واخد باله ان الاهلي ساعتها هيكون عنده بطوله كاس العالم الموزعه للانديه في امريكا اللي هتبدا يوم 15/6 وهتنتهي يوم 13/7. هتعمل ايه بقى يا حاج عامر بقى هنا مع الاهلي؟ اما بقى بالنسبه لانتقالات الدوري المصري احب اقول لكم ان ابراهيم عادل جاله عرض من الدوري الاسباني من ضمن فرق القمه، بس هنا بقى اداره بيراميدز لسه ما اعلنتش عن النادي لحد دلوقتي. بالتوفيق لكابتن ابراهيم عادل. نيجي بقى لاخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك بعد فك القيد عايز يتعاقد مع مصطفى فتحي ومحمود صابر لاعب نادي بيراميدز. اما بالنسبه بقى لكابتن احمد ياسر ريان وكابتن محمد ابراهيم لاعبي سيراميكا، دول اصلا اتنقلوا لنادي بنك الاهلي بمبلغ 35 مليون جنيه. من ناحيه ثانيه الزمالك عايز يتعاقد مع جمال الشمال باك شمال حسنيه اغادير المغربي. شكل الزمالك كده بيحب ريحه الحبايب، لان الاهلي حرفيا كلنا عارفين انه كان بيفاوض كمال الشمال. اما بقى بالنسبه لاختيارات كابتن حسام حسن فهي علامه استفهام، بالاخص في مركزين باك الشمال والباك اليمين. الباك اليمين مختار محمد هاني ومالوش بديل، والصراحه مستغربه ازاي ما خدش عمر كمال، والباك الشمال خد محمد حمدي وبرضه مالوش بديل، وانا مستغربه ازاي ما خدش عمر كمال ولا عمر جابر ولا اكرم توفيق. وكابتن حسام خد 8 لعيبه من النادي الاهلي، ولو هنا اعتبرنا ان محمد عبد المنعم لسه في النادي الاهلي فيعتبروا 9، واختار 3 حراس مرمى من النادي الاهلي اللي هم طبعا كابتن محمد الشناوي وكابتن مصطفى شوبير وكابتن حمزه علي. وبالنسبه لباقي 8 اللعيبه فهم محمد هاني ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم ومروان عطيه واحمد نبيل كوكا وامام عاشور. والغريب انه مختارش اي حد في الهجوم من النادي الاهلي، مع ان الاهلي اكتر فريق يحرز اهداف في الدوري. وعلامه استفهام هنا على كابتن حسين الشحات ان ازاي ما اختارهوش، وخصوصا انه مقدم موسم رائع الموسم ده غير بقى اصلا الصدام اللي جاي مع النادي الاهلي، لان حرفيا كابتن حسام مصمم انه يجمع اللعيبه يوم 28/8، واداره الاهلي ومستر مارسيل كولر رافضين وبشده وبيقول هنبعت اللعيبه يوم 1/9. ومن ناحيه ثانيه نلاقي ان اتحاد الكوره راكن مستر ميكالي على جنب، لان ممكن كابتن حسام حسن يحصل خلاف ما بينه وما بين الاتحاد ويمشي ويجي مكانه كابتن ميكالي. فانتوا بقى رايكم ايه؟ مستر ميكالي يمسك مكان كابتن حسام حسن ولا كابتن حسام حسن يستمر؟ كده حلقتنا تكون خلصت، لكن اخبارنا لسه ما خلصتش، ولو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب انزل اعمل دلوقتي حالا. وكان معكم كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. سلام.